السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطيرة الحلوة ديت. فطيرة بحشوة مميزة، حشوة جديدة من غير فراخ ومن غير لحمة. بجد يعني هتبهرك. حاجاتها كلها موجودة عندنا في البيت، وكمان بتنفع للناس النباتيين اللي بيحبوا ياكلوا من غير لا فراخ ولا لحمة. تعالوا مع بعض نشوف فطيرتنا دي هنعملها ازاي، وايه هي الحشوة بتاعتها، ونبدأ بالصلاة على الرسول ونقول: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبدأ وصفتنا هنا كده. حطينا الطاسة بتاعتنا على النار، وهنجيب معلقتين سمنة كده كويسين محترمين، ومعانا 3 4 بصلات. ايوه، اسمعي زي ما بقولك كده، معايا 3 4 بصلات. بصل ابيض، بلاش البصل الاحمر علشان يعني هيغمق وبيبقى مش حلو قوي في الحشوة ديت. خرطناهم تخريط كده على الايد، يعني بلاش الكب عشان ما تعصرهوش قوي، او انت لو في الكب هتعرفي توصلي لي الجرشة الحلوة ديت. اعملي خلاص. البصل هنا احنا هناخده كده كام تشويحة لحد ما يدبل بس ويصفر. مش عايزة احمره انا، بس هقعد اقلب فيه كده لحد ما يعني يصفر ويدبل زي ما قلتلك. تمام. فطرتنا دي النهاردة تعتمديها بقى جنب أكل وجنب عزومة. تعمليها عشوة، تعمليها في فطار، تعمليها لولادك اللي ما بياكلوش ايه البيض. مش هيعرفوه، مش هيعرفوه. تدخلها لهم في قلب الفطيرة دي، والله ما حد هيعرف انت عاملة ايه. وهتشوفي دلوقتي بنفسك وهتجربي، وهتقولي فعلا الفطيرة دي كانت حلوة قوي. تمام. بناخد بقى البيض كده، وانت ومقدرتك بقى في البيض، عايزة تحطي 4، عايزة تحطي 5، عايزة تحطي 6. بس هنا انا زي ما انتوا شفتوا كده تقريبا كنت حاطة 4 بيضات او 5 بيضات. تاخديهم بقى تشوحيهم كويس كده، وتفكي ايه يعني، ما تخليوش فيه تكتلات بيض، علشان احنا عايزين نضحك عليهم. عايزين نقول لهم يعني ايه، ياكلوا كده وما يعرفوش هم بياكلوا ايه بالظبط. هيلاقوا طعم جميل وحاجة كده جوسي من جوه وطرية ومعسلة، ويعني حاجة بجد يعني روعة واقتصادية وحلوة. تمام. عندك بقى قرنين فلفل رومي على قرن فلفل سبايسي، حطيهم برضو. خدي بقى تشويح كده، وبصي شايفة انا بطرف الاسباتولا كده كده عمالة ايه اكسر في حتة البيض الكبيرة دي، عشان عايزاه يبقى مفرفط خالص. بصي، هنتبل ايه بقى. هو كده وصل لمرحلة السوا، بس انا برضو لسه حطاه على النار ومهديت تحتيه. ملح وفلفل اسود وشوية بهارات بس كده. مش هنحط اكتر من كده. خلاص تمام. تمام. او ملح وفلفل اسود بس. عايزة اقولك بقى هنا، انتي ممكن تلعبي زي ما انتي عاوزة. عندك شوية زيتون مخلي في الاخر كده وعايزة تحطيهم حطي. شوية فلفل الوان شرايح عايزة تحطيهم حطي. بشر جبنة رومي عايزة تحطيه، مش هتقولك لأ. تمام. تمام. هنيجي بقى هنا نجيب صينية بتاعت البيتزا بتاعتنا اللي عندنا في البيت، او اي صينية برضو. ما تحطليش نفسك على اي حاجة. الصينية دي بصوا بسم الله ما شاء الله مقاسها كبير، مقاس 40. وهبتدي بقى ايه هي بقى اللي هنعملها؟ لفة الجلاش. هناخد بقى كده كل مرة 2 2 علشان احنا عايزين نسهل على نفسنا، مش هنقعد نجيب ورقة ورقة. هتحطي مثلا 3 ارباع الورقة جوه كده، وتسكني في الجناب كويس وتدهني. وتيجي تاني 2 في ما يقابلها الناحية التانية. ومن بره برضو بصوا يعني ايه، ربع الورقة برضو بره وتلات ارباعها جوه وتدهني. نيجي بقى على المقابل اللي لسه ما فردناش فيه، تحطي برضو 2 وتفردي وتدهني السمنة، وتسكني كويس جدا بالفرشة على الجناب، علشان الفطيرة بتاعتك في الاخر تطلع متناسقة وشكلها جميل. وهنحط كمان هنا 2 كمان اهو. اهو. وبرضو تدهني بالفرشة. هتقولي هنا بقى ايه ده، احنا بندهن كده سمن كتير. لا 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 لا، الفرشة طبعا كلكم عارفين ان هي بتوزع السمنة حلوة قوي وما بتشيلش كتير.
حلاوتها ان انت لما تيجي تدهني كده تدهن وتحس ان انت دهنتي وظبطتي كل حاجة، بس هي ما بتشيلش كتير. بعد ما حطينا الاربع جناب نجيب برضو اتنين ونحطهم في الوسط، علشان انا عايزة اعمل يعني سماكة كده من تحت للفطيرة، ان انا بحيث اما اجي احط الحشوة تبقى كلها مظبوطة مع بعضها. حطينا الاتنين تمام كده، نرجع نحط تاني. وانت بقى بتحطي كده وعارفة دلوقتي انت اللفة بتاعتك اللي قدامك خلاص قدامك ايه، لازم بتخلي اتنين، يعني خليلي ورقتين على جنب خالص تراي كده، حطي غطيهم بحتة ويكونوا ولا مقطعين ولا مكسرين ولا فيهم حاجة، وتروحي حطاهم على جنب عشان احنا هنستعملهم في الاخر. بصي بقى الحشوة هنا بعد ما بردت خلاص وفرفطت اهي، شايفة شكلها عامل ازاي؟ لازم تكوني عاملاها الاول، وتبصي تلاقيها ايه، ادي الفلفل والملح وتحط عليها والبصل والكلام ده. بصي يعني البيض ايه، خد لون كده بسيط، ما, مش باين ان هو ده لون البيض. اللي ما بيحبوش البيض مش هيعرفوا ان ده بيض. خلاص هنا وزي ما قلتلك بقى، وبرضو تسكني الحشوة بتاعتك كويس. تمام. زي ما قلتلك برضو عايزة تحطي بقى شرايح زيتون، تبشري حتة جبنة رومي، حتة جبنة موتزاريلا، شوية مشروم، اللي عندك اعمليه. ما عندكيش كده زي ما انا عملت، قضي الدنيا ومشي حالك، وما تقوليش مفيش حاجة تنفع، مرة كده ومرة كده. تمام. تمام. اهو تبصوا بقى، شفتوا بقى كده برجع ايه، الم اللي كان محطوط بره، تجيبي بقى كل جنب كده وتدهني وتدخليه لجوه، وتسكني كويس وتدهني. بصي تسكني من الجناب كويس وتدهني اهو. خدت انا الجنب ده، يلا الدور على مين؟ الجنب اللي قدامه، بجيبه كده برضو اهو، وتدهني كل مرة بتجيبي وتلمي وتدهني. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا علشان تديك التدويرة بتروحي انت عاملة الحتة الايه السمبوكسية اللي انا بعملها دي، واخده بالك من التطبيقة اللي انا بطبقها دي، علشان ما تبقاش من جوه كده تكعبليها ولا تحطي اي كلام تبصي تلاقي الجلاش معضم معاكي وانتي بتاكليه. لا بصي خلاص انا كده لميت كل الاطراف اهيت ودهنت كويس قوي. اروح جايبه بقى الاتنين اللي انا شايلاهم على جنب. حتى انت لو في ورق جلاش مقطع ولا حاجه وهتحطيه جوه مش هيبان، لكن تخلي الورقتين السلام دول لجوه اهو. بصي تحطي كده وتروحي مسكنه مدخله بقى ايه الاربع اطراف اللي هم بتوع الورقتين دول تحت الايه اللفه كده. خلاص بقت اهي مدوره معايا وزي الفل. يعني احنا الجلاش مربع عملناه في صينيه مدوره اهوت بالظبط، وبالتكنيك البسيط دوت هتطلع معاكي في منتهى الجمال. وطبعا هتروحي ماسكه بقى كده بالسكينه مقطعاها التقطيعه اللي تعجبك اهي. انا هنا هقطعها مربعات، انت عايزه تقطعيها سمبوكسات، عايزه تقطعي قطع كبيره قطع صغيره، بس طبعا الوسط حلو في كل حاجه. يعني اصغر من كده طبعا لا مش هينفع. معانا هنا بقى كوبايه لبن وبضايه نربهم كويس جدا، ورشه فلفل اسود عشان الزفاره، ورشه برضو ايه ملح. تمام. وممكن انت برضو هنا تحطي يعني نص معلقة بيكنج باودر، بس انا هنا الصراحة ما حطيتش، بس حطي يعني البيكنج باودر هيخليها تهش معاكي وتترفع اكتر من كده بكتير. تمام. وتسقيها بقى كده وتسيبيها ايه لما كل السائل اللي انت حطيتيه ده يتشرب في قلبيها. ومعاكي بقى فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء تحطيهم كده عشان تشكلي ايه الصينيه بتاعتك وتبقى وشها وش بيتزا كده من بره. طبعا ومش عايزه اقولك تاني واكرر الكلام بقى، لو عندك انت بقى زيتون وعايزه تحطي، لو عندك حته جبنه برضو على الوش وعايزه تحطي، ده ليكي حريه الاختيار وده ملعبك. احنا عملنا الاساس وانت بقى ابدعي واعملي اللي انت عايزاه، بس انا عاملاها لك هنا اقتصاديه خالص خالص خالص.
وطبعا زي ما انتوا شايفينها بسم الله ما شاء الله، تدخل على فرن سخن على الشبكة على درجة حرارة 190 200، ما بتقعدش بتاع ربع ساعة وبتبقى زي الفل. لقيتيها احمرت من الجناب وما ما احمرتش من فوق، ولعي الشواية. احمرت كلها، بوتجازك حمرها كلها، خلاص تمام. اهي خرجت، نبتدي بقى ايه نسلكها بقى، يعني هي التقطيعة باينة، بس طبعا لازم نرجع نسلكها تاني بالسكينة اهي بصوا. وطبعا يعني عايزة اقولك ان الصواني الألمونيا دي احسن حاجة تستعمليها في سوى كل حاجة انت بتعمليها في البيت، سواء حلويات معجنات، يعني بجد روعة. ولا بصي لازقة ولا اي حاجة، ولا محروقة من تحت، ولا فيها اي حاجة. تطلعي كده بقى وبألف هنا وشفا. ويلا جربي وقوليلي ايه رأيك في الوصفة ديت. عفوا معلش صدري تعبان شوية. وهقولك ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات في مطبخ نونا. واللي ما عملتش لايك لحد دلوقتي تعمل